السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة كبيرة جماهيريا وأوروبيا، ومباراة عملاق أوروبا، عملاق إسبانيا. ريال مدريد الإسباني رح يلعب مع وحش أوروبا. يعني تخيل أنت مباراة مع عملاق مع وحش أوروبا، أوروبيين. بايرن ميونخ الألماني، بايرن ميونخ، مو بايرن، بايرن ميونخ الألماني راح يستضيف العملاق وبطل إسبانيا لعدة مرات ريال مدريد الإسباني في ملعب بايرن ميونخ. اليوم التقل من بعد ما تأكد غياب تشاوميني بمركز الارتكاز بمنتصف الملعب. اليوم راح يكون اللي بيملك الوسط، هو هي قاعدة، يلي بيملك الوسط بيملك المباراة. ريال مدريد رح يحاول يغطي على غياب تشاوميني بانه يلعب مثلا ممكن ارلوند يلعبه بخط الارتكاز بدل تشاوميني كرمال انه يملك الوسط. المباراة رح تكون صعبة جماهيريا، رح تكون متعة في أرض الملعب. جماهيريا رح تكون متعة في أرض الملعب ببايرن ميونخ بألمانيا. التول مثل ما قلنا كله على كيليان مبابي وفينيسيوس وجود بيليكهام. البايرن أنا برأيي راح يلعب على كارتين. الكارت الأول هو الفوز، والكارت الثاني هو إيشو نتيجة التعادل. أي نتيجة تعادل بيأهل بايرن ميونخ. المباراة راح تكون صعبة، راح تكون مشدودة الأعصاب، ويلي بيسجل هدف أول المباراة راح انه يمتلك الملعب وراح يمتلك المباراة كلها. هذا كان كل شيء لليوم. بلتقي فيكم ببث مباشر على التيك توك ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.